مش ولدي ده اللي عايز يقول. مش ولدك اللي لا ولدي مش تخين كده. المركز اللي هم فاتحينه حاليا بتاع احمد شحت. مين اللي فاتحه؟ اخو احمد شحت. طب ازاي في مقتول وطلع وراح، وازاي اتفتح تاني، وازاي المدير تشتغل فيه؟ 6 نوفمبر هو تاريخ جلسة النطق بالحكم على المتهمين الثلاثة اللي تسببوا في وفاة الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه، وده طبعا بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين. ولكن في الفترة دي لاحظنا ظهور أبو المتهم الثاني في القضية هو أحمد فرج، وإن هو بيظهر كتير في إحدى اللقاءات التلفزيونية والإعلامية والصحفية وهو مكلوم، وما بيقولش غير كلمة واحدة بس: أنا ابني ما عملش حاجة، مش هو ده اللي في الكاميرات، وحسبي الله ونعم الوكيل. ما عرفش سيادتك خدوا ايه من ولد، تركب له الجلوكوز ودراعته كلها مفرفره سيادتك، في علامات لدلوه وفي علامه في ايده هنا قاطع سيادتك دايب العظم. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب الفيديو اللي متصور فيه ابنك يا حاج وهو بيزق الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه وهو على الكرسي المتحرك، يطلع ويقول لك لا والله مش ابني، أنا ابني مش تخين، أقسم بالله العلي العظيم ده مش ابني. مش ولدي ده اللي عايز يقول. مش ولدك اللي لا ولدي مش تخين كده. لا يا باشا. اهو لا استنى اهو. لا انا احلف على المصحف ان ده ما ولدي. ده مش ابنك؟ لا سيادتك. اهو بالتصوير البطيء اهو. لا سيادتك، لا مش ولدي ده مش ولدي. اما بقى بخصوص محامي احمد فرج اللي طالع برضه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيأكد لكل الناس وبيقول ان احمد فرج بريء، وان في بعض كاميرات او الDVR اللي بتحتوي على الفيديوهات الخاصه ببعض كاميرات المراقبه مش موجوده واختفت عمدا وما راحتش للنيابه العامه الموقره. حاجات كتيره جدا حصلت الفتره اللي فاتت دي حبينا نطلع ننقلها ونعرضها لحضراتكم. ولكن قبل ما نبدأ أي كلام يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ الكلام. في البداية طبعا حابب أشكر كل الناس اللي سألت عليا سواء تليفونيا أو بعتت لي على رسائل الصفحة أو حتى كمان على الواتساب، فشكرا لحضراتكم جزيلا. الحمد لله على كل شيء، وربنا يشفي كل مريض يتألم بإذن الله. خلونا بقى ندخل في الموضوع. خلونا بس نوضح ونقول الموضوع بشكل وجيز كده وشكل مبسط، ان في الفترة اللي فاتت دي من بعد اخر جلسة اللي تم فيها اخذ قرار من المحكمة العامة الموقرة بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة لفضيلة المفتي، وكل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول إن القاضي ما ذكرش غير متهم واحد واستمرار حبس المتهمين وكلام كتير جدا من هذا القبيل. ولكن هيئة المحكمة الموقرة حددت جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي. ولكن في سؤال مهم بقى يطرح نفسه: هو ليه المتهمين التانيين محدش سامع عنهم أي حاجة ولا المحامين بتاعهم؟ وبالمناسبة المحامي أو المستشار حازم اللي كان بيتولى الدفاع عن المتهمة الثالثة في القضية وهي إيمان تنحى، أو بمعنى أصح يعني أهل إيمان رفضوا إن هو يكمل، أو رغبتهم إن هم يستدعوا محامي آخر في النقض علشان يكمل الدفاع عن المتهمة الثالثة. ولكن هنرجع تاني قبل ما أعرض لحضراتكم بعض الميديا اللي بنشكر فيها المحترم مذيع مصر الأستاذ عبد الرحمن الصافي المجتهد، اللي كان بيحاول يورينا ويعرض علينا الرأي والرأي الآخر، وكان مستضيف أبو أحمد فرج في مكتب المحامي أحمد عاشور. ما تيجوا كده نشوف بعض لقطات من اللقاء وكلام أبو أحمد فرج وإن هو بيحاول يبرأ ابنه وبيعرض الدليل على ده، ونرجع تاني نتكلم مع حضراتكم. سيادتك يوم الحادثة كان قاعد 4 أيام في قدام بيهم محدوز، وهياخد حقن وهياخد دلوكوز، ما عرفش الدلوكوز فيه ايه عاد، عشان قالت كده. ولما كيتي طلبوها شهاده قال الاستاذ تشهد، قالت اشهد بيني وبين ربنا اقول اللي شفته حصل كذا كذا كذا. ايوه، ما هي الاستاذه ديت اول مره كانت طالعه معايا، وبعد كده في حاجه ملحوظه صغيره. اتفضل. المركز اللي هم فاتحينه حاليا بتاع احمد شحت. مين اللي فاتحه؟ اخو احمد شحت. طب ازاي في مقتول وطلع وراح، وازاي اتفتح تاني، وازاي المدير تشتغل فيه؟ يعني الدكتور احمد ده، بس انت بتقول ان هو كان موجود معاهم وقال مش انا اللي بقول لسيادتك، انا مش انا. احمد اللي قال لك؟ مش انا اللي بقول، احمد اللي قال لك. هو اللي بعته سيادتك، قال له هاتنا كذا كذا، وكانوا قاعدين هم الثلاثه معرفش، وجاب له كبده. احمد اللي بيقول كده، واحمد شحت جاب له عصير. بعت ولدي عصير وميه وزاق ولدي كوبايه عصير، وكان الدكتور اسامه كان قاعد معاهم. وزاق ولدي كوبايه عصير.
بس في شهادة سيادتك اتصلت بالستة الاستاذ احمد وقالوا له نفس الكلام. شهود اتصلوا استاذ احمد قالوا له نفس الكلام؟ قالوا له نفس الكلام. بس احمد فرج حكى لك ده، قال لك يعني التفاصيل دي احمد اللي قالها لك؟ قال لي يا بابا انا ما اعرفش حاجه، هم كذا عملوا كذا كذا كذا، ما كانش يعرف. بس هو خالص. بس عايز اقول لك احمد متصور في فيديو كاميرات مراقبه وهو بيزق واحد على الكرسي. يا باشا يا باشا كان بيزقه ازاي على يا باشا؟ الكرسي؟ مش ولدي ده. ازاي مش ولدك؟ ازاي دي صورة احمد عيد. احمد عيد متفبرك. احمد عيد الدكتور. لا ثواني. صورة احمد عيد مع مين احمد عيد؟ شبه دكتور، هيقول لك عليه، هيقول لك تفاصيله. احمد يعني اللي في كاميرات المراقبه مش ولدي سيادتك يا باشا، مش ولدي، مش ولدي. ايوه بس هو كان، وحتى ان كان ولدي كان ماشي لا هو احمد فرج يا باشا. في كاميرات تانية جايباها يا باشا. ده احنا ماسكين الموبايلات وهنفبركوا صور وندخلوا صور يا باشا. ولدي ده اللقطه الثانيه. ده طب ما يجيبوا الكاميرا اللي فوق المديره اللي خدوها المباحث، كاميرا اللي استلمها منها ولدي. طب ما يجيبوا الكاميرا اللي كان محجوز 4 ايام. طب ما يجيبوا الكاميرا اللي في المعرض بره. ايه اشمعنى دي لقطه سيادتك؟ ده هم قضوا قضيتهم وسيادتك وقالوا نجيبوا الغلبان ده المليش. ممكن اوري لك، حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن اوري لك كاميرات المراقبه ونشوف. حسبنا الله ونعم. اوريك كاميرات المراقبه. أيوة. تقول لي أيوة. تقول لي ده احمد ولا أيوة. لا؟ ايوه سيادتك يا باشا. يعني انا عايز اوريك. ايوه سيادتك. اهو ده طبعا ده احمد ده الدكتور اسامه. ماشي. وهو طالع منين؟ ما اعرفش انا طالع منين، ما انا ما اعرفوش. طالع من المعهد. انا سيادتك ما اعرفوش. ماشي. انا اعرف ولد. هوريك ولد كان وسط 100,000 اعرف. اهو هنجيب لك اهو. اهو ده الدكتور اسامه وجنبه احمد فرج اهو. فين اللي جنبه؟ اهو استنى. ده هم طالعين الشقه. هم رايحين الشقه. ليش دعوه بولدي بالشقق؟ لما راحوا الشقه الاولى المكان يا الاول. باشا ولدي ليش هو الشقه باسمه؟ طيب يعني تمام. اللي بيزق ده مش فين؟ اللي بيزق لا سيادتك مش ولدي ده اللي عايز يزق. مش ولدك اللي لا ولدي مش تخين كده. لا يا باشا. اهو لا. استنى اهو. لا انا احلف على المصحف ان ده ما ولدي. خلونا بس اقول كلمتين قبل ما انهي اللقاء مع حضراتكم النهارده، لان في بعض الناس المتعاطفه مع والد احمد فرج. مش عيب ابدا ان حضرتك تكون متعاطف مع راجل للاسف فجاه كده لقى ابنه على حبل المشنقه، بس ده ابدا ما يخلكش تنسى الست المحترمه اللي اتغدرت، ام الدكتور اسامه صبور رحمه الله عليه، واللي حرفيا بمعنى الكلمه اتغدرت. مش بس الدكتور اسامه اللي اتغدر بيه، لا الست دي اللي حست ان كل تعبها وشقاها خلال السنين اللي فاتوا دي كلها راحت هدر بعد وفاة الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه. ولكن أكيد كلنا منتظرين برضو النقد اللي بإذن الله هيترفض إن شاء الله. وفي النهاية دي كانت حلقتنا النهاردة. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب ومفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. كان مع حضراتكم أخوكم محمد عوض.